سلام حبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. اليوم جيت باش نهضروا على افلاطونه. وقبل ما نبدا بغيت نقول لكم باللي راه قبل هذا الفيديو راني حاطه بزاف ديال الفيديوهات على بزاف ديال المؤثرات، الا بغيتوا تدخلوا تشوفوهم. وبالنسبه كاينه عندي حتى قناه في اليوتيوب، راه اللين ديالها في البيو. نتسناكم تجيو عندي حتى اليوتيوب. ودابا يلا نبداو وما نطولش عليكم الهضره. افلاطونه ولا مريم تزادت وتربات في مدينه المحمديه، بالضبط في واحد الكريان سميتو البرادعه. وبدات كدير في 2017 تيك توك. في الاول كانت كدير غير الموسيقى وفيديوهات ديال الضحك، ومن بعد بدات كدير ميني فلوغات كتوري الناس كيفاش كدوز نهارها. من بعد دخلت لواحد لاكام، وفي داك الوقيته اللي كانوا في داك لاكام خدامين كيديروا ليها اشهار، تسلطوا عليهم الاضواء. ومنهم افلاطونه اللي تعرفت على بزاف ديال البنات ولاو صحاباتها، ومنهم اقبال اللي غادي يوقع هي وياها مشكل بسيط وما غاديش يبقاو صحابات. ومن هنايا نقدروا نقولوا غادي تبدا الشهره ديال افلاطونه. حتى هنايا كانت باقه في البرادعه، لكن غادي يوقعوا ليها مشاكل مع باباها، وغادي تهز ماماها خوتها وتمشي تكري. لكن من بعد غادي ترجع ماماها لدارها، وهي غادي تبقى مع خوها وجداتها، وغادي دير مشروع صغير اللي هو محل ديال الميك اب، وكتبيع فيه حتى الحوايج. وغير في هذا الاخير دارت مارك ديال الحسا ديالها. افلاطونه في واحد الوقيته ولات كتبان مع يسرى بزاف، والناس عجبتهم الصداقه ديالهم. لكن للاسف حتى هما غادي يدابزوا، وغادي تحط افلاطونه فيديو كدوي فيه حتى انها صرحت على السبب المشكل في واحد الخروج صحفي اللي كانت دارته. واحد النهار غادي تحط التصاور ديال الخطوبه ديالها، وغادي تقول للناس باللي راها تخطبات. لكن ما تيقوهاش وقالوا ليها غير كتكذبي، حيتاش ما كانتش بيناتو معاها. حتى لهاد الاخير غادي دير العرس ديالها، وغادي تعيط على بزاف ديال لي زانفلونسور، وغادي يبان راجلها عاد غادي يتيقوا. افلاطونه تبارك الله حقات بزاف ديال النجاحات في حياتها اللي كانت كتخدم عليهم. بحال تبارك الله بدات من الزيرو، دابا عندها 2 مليون في تيك توك ومليون في انستغرام. دات جائزه النجم المغربي لسنه 2023 من عند وزاره الثقافه، ووفرت لماماها وخوتها الصغار داكشي اللي كانوا كيحلموا به. افلاطونه دابا راها في مراكش مستقره مع راجلها تما، ومره كتجي المحمديه وكتلاقى مع صاحبتها هبه، اللي الناس كيعجبوهم فاش كيتلاقاو وكيصوروا فيديوهات مجموعين. وحتى انها كانت سبب باش فاتي وهبه تصالحوا، والناس عجبهم كيفاش قلبها طيب وكتبغي للناس الخير. ديما في الاخر ديال الفيديو كنعطيكم الراي ديالي على داك المؤثر اللي كنهضر عليه. وافلاطونه من بين البنات اللي كيعجبوني، كيفاش قويين وطموحين وكيبغيو يحققوا الاهداف ديالهم. الله يخليها لراجلها ولعائلتها، وكنتمنى ليها المزيد من النجاحات. ودابا نتوما كيف كتجيكم افلاطونه؟ بسلام عليكم.